النهارده هنتكلم على موضوع الحسد، فوبيا الحسد. انا محسوده، انا معمول لي عمل. الكلمتين دول بنسمعهم كتير قوي الايام دي. مش عشان انتي لابسه كعب 10 سنتي وقعتي طبيعي رجلك تتكسر يبقى محسوده. مش عشان انت متهور في سواقتك وسريع جدا وعملت حادثه محسوده انا وعربيتي. مش عشان انت قاعد في البيت لا شغله ولا مشغله ومش لاقي شغل انا معمول لي عمل وانت اصلا ما بتسعيش. مش عشان انت ارتبطتي كذا مره وما حصلش نصيب دي صاحبتي حسداني، لا دي عامله لي عمل. الحسد مذكور في القران وكلنا مؤمنين بيه كمسلمين، لكن ده ما يديش المانع ان ربنا عاوز كده. قضاء ربنا انه يحصل كده. ربنا عمل يعني سبب علشان ما يحصلش حاجه، عشان ما يحصلش الموقف ده. ربنا ما بيديش حد اذى، ربنا ما بيرضاش على حد ضرر، ربنا بيدي كل حاجه صح في الوقت المناسب. ربنا ما عندوش لا ما عنديش، ربنا عنده دلوقتي، اصبر شويه بعدين. فعلا الدعوه والحاجه اللي انت عايزاها بتتحقق، الحاجه اللي انت عايزها بتحصل، بس انت لازم تسعى. لازم احنا اللي نجري ورا الحاجه اللي احنا عايزينها، مش نقعد في البيت ونقول لا محسودين. مش اي حاجه تحصل لنا، لا ده احنا معمولين عمل. مش كده خالص. يا ريت يكون في ثقه في الله اكبر من كده، وخلينا واثقين ان ربنا ما بيديناش حاجه وحشه، وخلينا كمان واثقين ان سعادتنا وحريتنا وراحتنا مش في ايد حد غير ايد ربنا، وان ربنا دايما شايل لنا الاحسن، وان ربنا خد مننا حاجه فبيعوضنا بحاجه احسن وافضل منها بكتير. بلاش فكره الحسد دي تتمكن من مخنا وخلينا نقول ده قضاء وقدر وان دي حاجه من عند ربنا. صدقوني انتوا كده هترتاحوا كتير، ويعني قلبكم هيهدى وتفكيركم هيهدى لو كل حاجه اعتبرناها جايه من عند ربنا. ونعم بالله طبعا، كل حاجه بتيجي من عند ربنا طبعا، بس بلاش نربط اشخاص وحسد واعمال بينا وبحياتنا. ويا ريت حياتنا كلها تبقى معتمده على التوكل على ربنا. انا توكلت على الله ان انا هعمل حاجه زي كده، انا توكلت على الله ان انا هروح مثلا ارتبط بالفلان الفلانيه، اتوكلت على الله على الشغل اللي انا هروح اعمله. اتوكل على الله، ربنا يسبقك ب100 خطوه يظبط لك حياتك فيها. اتكلوا على الله وابعدوا الفكره دي عن دماغكم، وكفايه بقى فوبيا حسد.